بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. في الحقيقة مشوار منتخبنا الوطني في مونديال 2026 والمجموعة إن كانت تبدو للكثير أنها سهلة، ولكن مجموعة صعبة بكل تأكيد. منتخبنا الوطني يخوض غمار تصفيات مونديال 2026، واحنا املنا كبير في منتخبنا الوطني ان ليس الوصول للمونديال فقط، ولكن تمثيل الكرة المصرية والافريقية تمثيل مشرف زي ما شرفنا منتخب المغرب الشقيق في كأس العالم بقطر الأخيرة. وإن شاء الله نتعشم الكثير من ولادنا رجال المنتخب الوطني في رفع اسم الكرة المصرية في المحافل الدولية. وهذه المجموعة إن كانت تبدو للكثير أو من الوهلة الأولى إن هي سهلة، ولكن معانا بوركينا فاسو من الفرق الكبيرة واللي هتنافسنا بقوة في هذه المجموعة. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني للوصول إلى مونديال 2026، وما نبقاش زي زمان كده ما كان بيقول تمثيل مشرف أو كده. ويمكن في حاجة يعني إن شاء الله مبشرة في هذه التصفيات، إن منتخبنا الوطني أحرز العلامة الكاملة في أولى لقاءين له في المجموعة مع جيبوتي ومع سيراليون، وأحرز الست نقاط. ودي ما كانش بيحدث قبل كده. ليه؟ لأن كان دايما منتخبنا الوطني يخفق في بداية التصفيات، وفي آخر التصفيات بيدخلنا في حسبة بيرما، ولو دي تعادل ولو دي فاز ولو واخد بال حضراتكم. ولكن ان شاء الله السنه دي بدايه مبشره ان شاء الله. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني ولجميع الانديه المصريه الممثله للكره المصريه في البطولات الافريقيه. اعزائي المشاهدين، سعدت بصحبتكم، والى ان نلتقي في لقاءات اخرى. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.